طيب وقال لي إنه قيم العدد الكمي الثانوي تحدد عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيسي. يعني شنو؟ يعني لو كانت قيم عدد الكم الثانوي رقم 1 معناه عندي مستوى فرعي واحد، لو كانوا رقمين معناه عندي مستويين فرعيين، لو كانوا 3 أرقام معناه عندي 3 مستويات فرعية. تمام. هنا في حاجة ناقصة، مفروض يكون 0 1 و2 ومعاهم 3، اللي هو عشان يكون موجود عندي 4 مستويات فرعية. تمام. ده هو الفهم بتاعت إنه قيم العدد الكمي الثانوي اللي هي مثلا 0 1 2 3 دي بتحدد لي عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيسي. يعني المستويات الفرعية زي الاس والبي والدي والاف ديل هم عبارة عن يعني مستويات جانبية صغيرة، عشان كده بسميها فرعية، موجودة داخل المستوى الرئيسي الكبير، اللي هو هنا المستوى الرئيسي حيكون 4، المستوى الرابع. فإذا كانت لعدد الكم الثانوي قيمة واحدة فقط، يعني قيمته كانت 0 بس، فهذا يعني أنه يوجد مستوى طاقة فرعي واحد في هذا المستوى الرئيسي، والذي سيكون بالضرورة هو المستوى الرئيسي الأول. أما إذا كانت لعدد الكم الثانوي قيمتان، لو كان في 0 و1، فهذا يعني أنه يوجد مستويين فرعيين للطاقة في هذا المستوى الرئيسي، والذي هو مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، والذي تساوي قيمة العدد الكمي الرئيسي له 2. طبعا عارفين إنه مستوى الطاقة الرئيسي الثاني قيمة العدد الكمي الرئيسي بتاعته 2، اللي هي N بيساوي 2. طيب في معلومة تانية عايزين نقولها، إنه المستويات الفرعية في روحها اللي هي مثلا المستوى الفرعي S والمستوى الفرعي P والمستوى الفرعي D والمستوى الفرعي F، جواهم في روحهم هم مقسمين لحاجة اسمها أفلاك أو مجالات إلكترونية. تمام. يعني أنا إذا أمشي من الأكبر للأصغر، أكبر حاجة عندي المدار الرئيسي، المدار الرئيسي ده جواه في المدار الثانوي، والمدار الثانوي ده في روحه جواه مقسم لأفلاك أو مجالات إلكترونية. تمام. يعني أنا عندي إنه كله مدار فرعي، مثلا الإس جواه في أفلاك، البي جواه في أفلاك، الدي جواه في أفلاك، الإف جواه في أفلاك، لكن كل واحد فيهم عدد الأفلاك الجواه مختلفة من التاني. طيب إحنا إذا جينا الرسمة بتاعتنا بتاعت المستوى الفرعي الأول اللي هو الإس، تمام، لما نجي لإس ده قلنا إنه حنلقى فيه طرابيزتين وفيه إلكترونين. تمام. طيب إحنا كل طرابيزتين مع بعض، كل طرابيزتين كده 2 ومقبلين على بعض كده وفيهم إلكترونين، ديل حنسميهم فلك. يعني الفلك ده مكون لي من إنه خانتين كده. تمام. خانتين ممكن يكون فيهم إلكترون واحد والحتة الخانة التانية تكون فاضية، وممكن يكون فيهم إلكترونين. تمام. لكن كل طرابيزتين مع بعض أنا حسميهم فلك، معناها أنا عندي المستوى بتاع S فيه كم فلك؟ فيه فلك واحد. طيب وفي الفلك الواحد ده في إلكترون حيكون اتجاهه كده، في إلكترون حيكون اتجاهه كده قاعد بالمقلوب يعني. طيب تمام. كل المدارات حقت S بتكون كده فيها فلك واحد. طيب بالنسبة للبي احنا قلنا انه كل طرابيزتين مع بعض فيهم إلكترونين، إلكترون بيكون عادي وإلكترون بيكون مقلوب، ديل حيكونوا كده كله 2 مع بعض حيعملوا لي فلك. كده بقى عندي كم فلك؟ بقى عندي 3 أفلاك في المدار P. 3 أفلاك ممكن تشيل لي 6 إلكترونات، لكن ممكن عادي يكون في طرابيز تكون فاضية مثلا، لكن بالضرورة إنه يكون عندي 6 أماكن بتشيل لي 6 إلكترونات. طيب كده P عرفنا إنه فيه كم فلك؟ فيه 3 أفلاك. طيب إذا عايزين نشوف الدي مثلا، بالنسبة للدي برضو بنفس الفهم، كله 2 قاعدين ومقبلين على اتجاهات مختلفة حيعملوا لي فلك، أو كل طرابيزتين حيعملوا لي فلك. كده بقى عندي كم؟ كده بقى عندي فيه 5 أفلاك. 5 أفلاك بتشيل كم؟ بتشيل 10
إلكترونات، يعني كل فلك ممكن يشيل له إلكترونين. يشمل المستوى الفرعي الواحد على عدد من الأفلاك، حنسميها أفلاك، يعني كل ترابيزتين بنسميهم فلك أو بنسميهم مجال إلكتروني. قال لي إنه كل مستوى فرعي فيه عدد من الأفلاك، يعني فيه أكتر من فلك، ما عدا المستوى الفرعي الأول الذي يشتمل على فلك أو مجال إلكتروني واحد فقط. ليه؟ لأنه فيه ترابيزتين بس، فيه خانتين بس، ديل باعتبارهم فلك واحد. أما المستوى الفرعي الثاني فيشتمل على 3 أفلاك في كل مستوى من المستويات الرئيسية، ويشتمل المستوى الفرعي الثالث دي على 5 أفلاك. وهنا عندي رتبهم لي في جدول، إنه مستوى الطاقة الفرعي عندي الأول الثاني الثالث الرابع، ودي طبعا الرموز حقتهم. طيب بعد كده مورينا عدد الأفلاك. اس عدد أفلاك 1 بتشيل كم إلكترون؟ إلكترونين. بي عدد أفلاكه 3 بتشيل كم إلكترون؟ 6 إلكترونات. دي عدد أفلاكه 5 بتشيل كم إلكترون؟ 10 إلكترونات. اف عدد أفلاكه 7 بتشيل كم إلكترون؟ 14 إلكترون. طيب الفيديو ده هخليه آخر فيديو عشان ما نكون يعني طولنا. طيب في معلومة تانية مهمة، إن المدارات الفرعية دي عندها أشكال، كل مدار عنده شكل معين بيتميز به. بالنسبة للمدار S سواء كان 1S ولا 2S ولا 3S بغض النظر، المهم إذا هو في النهاية S بيتميز بأنه الشكل بتاعه حيكون شكل كروي. طيب في معلومة تانية عايزين نرجع لها، مثلا احنا في الرسمة بتاعت الذرة وهنا راسمين النواة باللون الأسود وحوالينا في مدارين 2. طيب المدار اللي فيه سهم باللون الأسود ده مستوى الطاقة الرئيسي الأول، والمدار اللي فيه سهم باللون الأخضر مستوى الطاقة الرئيسي الثاني. طيب اللي حيكون الطاقة بتاعته أعلياته، الطاقته أعلى، هو مستوى الطاقة الرئيسي الثاني المؤشرين عليه بالأخضر. تمام، كل ما احنا بعودنا عن النواة كل ما زادت الطاقة بتاعتنا. طيب واحنا عارفين انه مستوى الطاقة الأول اللي هو مؤشرين عليه بالأسود فيه مدار واحد بس الفرعي اسمه 1S. تمام، ومستوى الطاقة الثاني المؤشرين عليه بالأخضر ده عارفين إنه فيه مدارين فرعيين، واحد اسمه 2S واحد اسمه 2P. طيب طالما أنا في المؤشرين عليه بالأسود عندي 1S وفي المؤشرين عليه بالأخضر عندي 2S، طيب يا تول بيكون أقرب للنواة 1S ولا 2S؟ اللي هيكون أقرب للنواة هو ال 1S. ليه؟ لأنه أصلا موجود في المدار اللي إحنا مؤشرين عليه باللون الأسود، والمدار ده هيكون قريب من النواة. طيب يعني بمعنى إنه كل ما الS دي الرقم فيها بقى أكبر، بقى 4S 5S 6S، كل ما كانت الإلكترونات بتاعتها حتكون أبعد وأبعد عن النواة. لكن كل ما كان الرقم بتاعها صغير، مثلا 1S اللي هي حتكون في مستوى الطاقة الأول وحتكون قريبة من النواة. طيب وإحنا قلنا إنه المؤشرين عليه بالأخضر طاقته أعلى من المؤشرين عليه بالأسود، صح؟ طالما طاقته أعلى وهو جواه عندي 2S، معناها ال 2S طاقته حتكون أعلى من ال 1S. في الكتاب قال لي لابد من التركيز أن هناك فروقا بين الأفلاك الإلكترونية المختلفة سواء كانت من النوع نفسه أو من أنواع مختلفة. مثلا الأفلاك 1S و 2S و 3S كلها قلنا شكل أعماله الشكل بتاعها حيكون كروي، لكن الفرق بينه يتلخص في أن المناطق التي تمثل أكبر احتمالات لوجود الإلكترون فيها تزداد بعدا عن النواة كلما زاد العدد الكمي الرئيسي للفلك. العدد الكمي الرئيسي اللي هو مثلا الواحد في 1S أو الاثنين في 2S أو الثلاثة في 3S، كل ما إحنا العدد بتاعنا زاد كل ما إحنا بعدنا من النواة. ليه؟ لأنه مستوى الطاقة الرئيسي الثالث بعيد مقارنة بمستوى الطاقة الرئيسي الأول. فإذا قارنا إلكترون في الفلك 1S بإلكترون في الفلك 2S نلاحظ أن الأخير يقضي وقتا أطول بعيدا عن النواة. ليه؟ لأنه أصلا قاعد في مستوى رئيسي بعيد من النواة، وذلك لأن طاقة الإلكترون في الفلك 2S أكبر من طاقة الإلكترون في الفلك 1S. تمام، لأنه بسبب شنو؟ بسبب المدار الرئيسي أو مستوى الطاقة الرئيسي اللي هم قاعدين فيه، ده حيسبب لي الفرق في الطاقات ما بيناتهم. طيب عايزين نرجع للحاجات المهمة نركز عليها وإحنا بنراجع في الدرس. طيب أول حاجة عندنا إنه الإلكترونات دي موزعة في المستويات بتاعت الطاقة
على حسب مقدار الطاقة بتاعة الإلكترون. تمام. على حسب الطاقة بتاعة الإلكترون بيكون موزع حوالين النواة في أغلفة أو مستويات طاقة رئيسية، مدارات، يعني سواء كانت مدارات رئيسية زي ما عرفنا أو مدارات فرعية زي ما عرفناهم، اللي هم 4 مدارات فرعية، الS والP والD والF، أو سواء كانت أفلاك، اللي هي الأفلاك دي موجودة داخل المدارات الفرعية. مثلا الS عنده فلك واحد، مثلا الP عنده 3 أفلاك. طيب يعني شنو؟ إنه الإلكترونات موزعة على حسب الطاقة، سواء كان جوا المدارات الرئيسية، سواء كان جوا الفرعية، سواء كان جوا الأفلاك. تاني حاجة إنه عدد الكم الرئيسي برمز له بالحرف N. تمام. أما بالنسبة للعدد الكمي الثانوي حرمز له بسهم مؤشر لتحت. طيب وتاني حاجة إنه الطاقة بتاعت الإلكترون بتزيد كل ما زاد عدد الكم الرئيسي. مثلا مستوى الطاقة الأول عدد الكم بتاعه 1، N بيساوي 1، لكن كل ما العدد بتاعنا زاد N بقت 2 3 4، كل ما كانت الطاقة بتاعت الإلكترون حتكون أكتر. طيب وتاني نعرف الحاجات اللي بيحدد لي عدد الكم الرئيسي، اللي هي بعد الغلاف ومستوى الطاقة عن النواة، وبيحدد لي حجم الذرة عندما يكون هو الغلاف الخارجي للذرة. تاني عندي أحفظ الأسماء بتاعت الرموز بتاعت المستويات الفرعية F D P S، وغير كده أحفظ الترتيب بتاعهم، إنه الF هو الأعلى طاقة، بعده D، بعده P، بعده P، بعده S. ونعرف إنه كل مستوى رئيسي من الأول للثالث، الأول والثاني والثالث، نشوف عدد المستويات الفرعية الموجودة جواه وأسماءه، ونلاحظ إنه مثلا لو كنا في الثالث حنقول 3S، لكن لو كنا في المستوى الثاني حنقول 2S، ولو كنا في المستوى الأول حنقول 1S، يعني الرقم اللي قدام الS ضروري. وبرضو نعرف الأرقام، إنه كل مستوى اديناه رقم، الS اديناه 0، الP اديناه 1، الD اديناه 2، والF اديناه الرقم 3. وبرضو القانون اللي بعرف بيه العدد بتاع المستويات الفرعية، اللي هو القانون بيقول لي N-1. أنا القانون بتاعي N-1 حيجيب لي القيم بتاعت أعداد الكم الثانوية. لو طلعت قيمة واحدة يعني 0 بس حيكون مستوى فرعي واحد، وإذا كانت قيمتين حيكون عندي مستويين فرعيين. طيب والصفر طبعا بيشير للS، والواحد للP، والاثنين للD، والثلاثة للF. وبرضو نعرف إنه كل مستوى فرعي موجود فيه كم فلك. وبرضو نعرف إنه المدار بتاع S اللي هو الثانوي ده بتاع S، إنه الأشكال بتاعته كروية، قصدي الأفلاك الموجودة فيها الإلكترونات في المدار الفرعي S، بنلقى إنه الأفلاك دي كروية الشكل. كده يكون فضل لنا جزء بسيط من الدرس، نكمل المرة الجاية إن شاء الله. بالنسبة للتمرين الحاجات كلها أخدناها، يعني ممكن تحلوه كله.